مساء الفل، ازيكم يا شباب؟ الاخبار معاكم اخوكم دكتور عمرو عبد الله. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الهيستولوجي. الهيستولوجي علم الانسجه، يعني احنا عايزين نشوف كل نسيج تحت الميكروسكوب شكله هيبقى عامل ازاي، ونعرف صفاته ونعرف الخواص بتاعته. النهارده هنتكلم عن شابتر سهل وبسيط يخلص في فيديو، هو الكارتليج. والكارتليج يا جماعه يعني الغضاريف، يعني غضروف. تمام. هتقول لي يا دكتور هو ايه الغضروف ده؟ اقول لك ده الغضروف ده مهم جدا. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انت لما يكون عندك عظمه اهي وعظمه اهي، عظمتين مع بعض كده يا جماعه بيعملوا مفصل، ومفصل بالانجليزي يعني ايه؟ يعني جوينت. قال لك المفصل ده مسؤول عن الحركه، زي مفصل الركبه مثلا، مفصل الكوع، مفصل الكتف. بس الفكره ان العظم ده هيتآكل مع بعضه ويحتك مع بعضه، هيعمل حاجه اسمها فريكشن. فريكشن يعني احتكاك، العظم هيحتك ايه مع بعضه. فبالتالي ربنا يخلق حاجة جميلة جدا، وهي الكارتليج. تلاقي الكارتليج كده مغلف نهايات العظام في المفاصل عشان يمنع الاحتكاك. والكارتليج ليه وظائف كتيرة جدا، فاحنا عايزين نعرف تركيب الكارتليج ده ايه. يبقى انت عرفت الفكرة دلوقتي بتاعت الكارتليج اللي هو ظروف، عشان تبقى ايه؟ تبقى فاهم. الكارتليج ده مهم جدا. تعالى كده صلي على النبي في قلبك ونعرف يعني ايه الكارتليج. قال لك الكارتليج ده نوع من انواع الكونكتيف تيشو، ودي لوحدها نقطة مهمة للام سي كيو. هتقول لي يا دكتور هو النوع من انواع الكونكتيف تيشو يعني ايه الكونكتيف تيشو؟ قال لك ده النسيج الضام، لان هو بيضم ويكونكت، يعني يوصل الخلايا والانسجة ببعض. فالكارتليج يا جماعة ده نوع من انواع الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو اصلا يا جماعه ما هو الا خلايا وشويه فايبرز الياف وشويه ماتريكس يعني ارضي. تمام، جميل جدا. بس انا عايز اقول لك برضو معلومه، خلي بالك ان كارتليج يعني كوندرو. يعني انت لو لقيت كوندرو في اي حته، كوندرو معناها كارتليج، معناها غضروف. مهمه جدا الحته دي. انا بعلمك ترمينولوجي، بعلمك علم المصطلحات الطبيه. ليه؟ لان هناخد دلوقتي خلايا اسمها كوندروبلاست. تمام. هناخد بعد كده كوندروسايت. ما كوندرو يعني غضروف، وبلاست يعني ينتج، وسايت يعني خلية. هنفهم الحاجات دي دلوقتي، تعالى بس عشان ما تتوهش معايا. فالماتريكس الأرضية والله لو طرية سوفت، طرية خالص زي الدهنة كده، هتعمل لي كونكتيف تيشو بروبر، نوع من أنواع الكونكتيف تيشو. لو الأرضية فيرم يعني لا هي طرية ولا هي ناشفة، يبقى ده الإيه؟ الكارتريدج، الغضروف. طب لو الأرضية صلبة، يبقى البون، العظم، ده كل أنواع كونكتيف تيشو. يعني البون برضو العظم كونكتيف تيشو. طب لو الماتريكس فلويد سائل، يبقى بلاد. يبقى كل دي يا جماعة أنواع من أنواع الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو ممكن يبقى إيه؟ ممكن يبقى كونكتيف تيشو بروبر أساسي. ممكن يكون لو سوفت يبقى كونكتيف تيشو بروبر. لو فيرم يبقى كارتلج. لو سوليد يبقى بون. لو فلويد يبقى إيه؟ يبقى بلاد. ودي نقطة مهمة إيه يا جماعة؟ نقطة مهمة للإمسيكيو. يبقى يا جماعة ركز معايا يا دكتور، الكارتلج هو الكوندرو. الكارتلج هو الايه؟ الكوندرو. كارتلج يعني كوندرو اصلا، يعني الكارتلج ده هو الكوندرو. كارتلج يعني ايه؟ كارتلج يعني كوندرو. جميل. والكارتلج ما هو الا نوع من انواع الكونكتيف تيشو. هو فيرم ولا سوفت ولا سوليد يا دكتور؟ الكارتلج هو فيرم. الكارتلج فيرم ماتريكس. فيرم ايه؟ فيرم ماتريكس. جميل. طب ليه الكارتلج؟ يعني ايه وظائف الكارتلج؟ قلت لك اول حاجه هو بيقلل الاحتكاك. مش انا قلت لك هو بيقلل الاحتكاك عشان كده بيكون موجود على العظم بين المفاصل. فهو ريديوس يعني بيقلل. فريكشن يعني الاحتكاك. اوف بونز يعني العظم عند الجوينت، عند المفصل. انت عندك مفصل هو عظمه مع عظمه، وبيكون عند نهايه العظم عند المفاصل عشان يقلل الاحتكاك، يقلل الفريكشن. كمان resist mechanical compression، بيستحمل ويقاوم الضغط زي العمود الفقري كده. تمام. لما تلاقي الفقرات بتاعة العمود الفقري في وسطها حتة كارتلج، اهي فقرة بينهم حتة ايه؟ كارتلج وظروف. مش تسمع حد عنده الغضاريف
تمام، الغضاريف بتبقى بارزة وطالعة وبايظة. قالك ده بيستحمل الكومبريشن، الضغط، زي حد عمال يتنطط، حد شايل أنبوبة تقيلة فضغطت على الغضاريف وهكذا، فعشان كده هو بيقاوم الميكانيكال كومبريشن. شوك ابزوربنج، بيستحمل الصدمات يا جماعة، اتنطط براحتك، شيل تقيل براحتك. عشان كده خلي بالك لو انت بتروح تتمرن الجيم ما تشيلش تقيل قوي عشان ممكن تجيب لك غضاريف، وهنفهم فكرة الغضاريف في آخر حتة في الفيديو. كمان هو بيدي شكل معين، يعني انت عارف الودن دي اصلا، الودن دي غضروف، تمام، بيسبورت، بيدعم الجسم، بيدي فلكسبيليتي، بيدي مرونة لأجزاء الجسم الأخرى. كمان بيخلي الاير ويز بيتنت. الاير ويز يعني الممرات الهوائية، بيتنت يعني اوبن يعني مفتوحة، لأنه بص هتلاقي حوالين التريكيا القصبة الهوائية بيعمل زي سي شيب، عشان القصبة الهوائية، أصل القصبة الهوائية واللونج زي البالونة، فلو سبتها ممكن تنكمش على بعض، فهو بيخليها بيتنت، بيخليها مفتوحة، تفضل مفتوحة. كمان هو مهم للبون ديفلوبمنت، تطور العظم والجروس، النمو بتاع العظمة. تقولي ازاي؟ اقول لك اي عظمه بيبقى فيها حاجه اسمها ابيفيزيال بليد. الابيفيزيال بليد دي هي اللي مسؤوله عن انها تخلي العظمه تطول، بيحصل لها تعظم بعد كده، وهي اللي بتخلي العظمه تطول ومسؤوله عن نموك وطولك. فعشان كده الابيفيزيال بليد ده هو المسؤول عن النمو والطول بعد كده. بعد اذنك اكتبه عشان لو جالك في الام سي كيو تبقى انت سمعت عنه. تقول لي يا دكتور بس مش عليا، طالما انا زودت لك حاجه يبقى مهمه، خلي بالك طالما زودت لك حاجه يبقى مهم. الابيفيزيال بليد ده مهم لأن هو المسؤول عن البون جروس والديفلوبمنت. فيبقى وظيفة الكارتريدج يا جماعة، وظيفة الكارتريدج يا دكتور، ركز معايا عشان ما تبقاش كفتة. الحاجات دي بتيجي في الامتحان سهلة جدا وانت زي الكفتة تغلط فيها. هيستولوجي ممتعة، هيستولوجي ممتعة. الناس تقول لك لا يا دكتور دي حفظ، حفظ صعب قوي. يا ابني ما عشان انت مش فاهم، انت مش فاهم، لكن انا بص ماسك لك الداتا بتاعتك عمال افرمها لك كلمة كلمة، داتا نضيفة، داتا محترمة، كلمة كلمة بتفصلها، كلمة كلمة بنترجمها، كلمة كلمة بنشرحها، كلمة كلمة بقولك ايه المهم للام سي كيو، ايه المهم للنظري، وهكذا. فداتا وشرح لن يخرج منه الامتحان، وفي الاخر تغلط، لا ازعل، ازعل. حتى بص تلاقي حاطط لك رقمي في كل حتة، اي حاجة مش فاهمها هو رقمي، ابعت مسج على الواتس اشرح لك اللي انت مش فاهمه. طب تركيب الغضاريف ايه؟ قلت لك تركيب الغضاريف زي اي نوع من انواع الكونكتيف تيشو، هي بتتكون من خلايا وماتريكس ارضيه وفايبرز. الخلايا يا جماعه اي خليه يبقى اسمها كوندرو، كوندرو يعني اتفقنا كوندرو يعني ايه؟ كوندرو يعني غضروف، كوندرو يعني ايه؟ يعني غضروف. طب الاول خليه هي الكوندروبلاست، بلاست يعني بتنتج او بتنتج، يعني الخلايا اللي هتعمل الغضاريف، الخلايا دي هتنتج غضاريف، فعشان كده سميتها كوندروبلاست. لكن دي كوندروسايت يعني خلية خلية الغضروف. طب الماتريكس زي ما اتفقنا نقطة مهمة للام سي كيو، الماتريكس فيرم، الماتريكس فيرم أو مطاطي، ربري، فليكسبل، مرن. أنواع الفايبرز كولاجين تايب 1 و 2، لكن الأشهر 2. الكولاجين النوع الأول والتاني، وفي إلاستيك، بس الأشهر كولاجين تايب 2. وفي طبقة بيري كوندريوم، كوندريوم جاية من كوندرو يعني غضروف، وبيري يعني حوالين، around، فدي طبقة بتكون حوالين الغضروف فبنسميها البريكوندريوم. يبقى الطبقة حوالين الغضروف تستحق لقب ايه يا جماعة؟ تستحق لقب بريكوندريوم، بريكوندريوم. يبقى خلي بالك، خلي بالك بالله عليك ركز. الغضروف، الغضروف بيتكون من 3 حاجات: سيلز خلايا، ماتريكس أرضية، وفايبرز ألياف. السيلز هي كوندروبلاست وكوندروسايت. الماتريكس انت عارف ان هو فيرم وفليكسبل. والفايبرز الاشهر كولاجين تايب 2، وحوالين الغضروف بريكوندريوم، حوالين الغضروف بريكوندريوم. جميل. طب ايه صفات الغضروف؟ ايه الكاركترز بتاعت الغضاريف بعد اذنك دكتور الغالي عشان مهمه الام سي كيو، مهمه النظري. الغضروف هو فيرم، اتفقنا الماتريكس فيرم او رابري او فليكسبل، حفظناها يا دكتور سهله.
لما بشوف لونه بلاقيه ديب بيزوفيليك، ومهم اللي عملي بتلاقيه كده بنفسجي او ازرق غامق، ديب بيزوفيليك ومليان ميه، مليان ميه، ريتشن ايه، ريتشن ووتر. يبقى انا لما اجي اشوف الثلاث صفات او الخواص بتاعه الكارتليج، لقيته ايه، لقيته فيرم وفليكسيبل وازرق غامق ومليان ميه، مليان ايه، مليان ميه. والخلايا بعيدة عن بعض، يعني تلاقي بص خلايا المسافة بينهم كبيرة، خلايا المسافة بينهم وبين بعض كبيرة، widely separated cells، يعني الخلايا منفصلة بشكل كبير عن بعض. الحتة المهمة اللي مسكيو يا جماعة الخطر اهي بقى، الغضروف لا يمتلك أعصاب، الغضروف لا يمتلك دم أو أوعية دموية، الغضروف لا يمتلك أعصاب، الغضروف لا يمتلك دم أو أوعية دموية. الله، أمال بياخد الغذاء منين؟ قالك أي غضروف تمام بيبقى حواليه البريكوندريوم ممكن ياخد الغذاء منه، حواليه ساينوفيال فلويد اللي هو السائل اللي بيكون موجود في الجوينت بياخد الغذاء منه. يبقى مهم جدا إن الغضروف لا عنده أعصاب ولا عنده دم، أفاسكولار يعني ما عندوش دم. هتقولي صح يا دكتور والله ده هو بجح ما عندوش دم، لا هو مش صاحبك، مش صاحبك عشان ما يبقاش عنده دم. الغضروف لا عنده أعصاب ولا عنده دم، الغضروف لا عنده أعصاب ولا عنده إيه، دم. مهمة جدا يا جماعة، مهمة جدا، اللهم بلغت اللهم فاشهد. أما لو هو بياخد الغذاء بتاعه منين يا جماعة؟ قالك بالديفيوجن، ديفيوجن اللي هو الإيه، الانتشار. تمام، بياخد الغذاء بتاعه بالانتشار، سواء من الكونكتيف تيشو المحوط ليه اللي هو البريكوندريوم، أو من الساينوفيال فلويد اللي هو السائل الزلالي. السائل الزلالي ده بيكون موجود فين يا دكتور؟ ده موجود في المفاصل، السائل الزلالي بتلاقيه هنا كده بين المفصل في الجوينت كافيتي، يعني في تجاويف الايه، تجاويف المفاصل. يبقى البريكوندريوم، البريكوندريوم هيدي الغذاء للكارتلج او الساينوفيال ايه، ساينوفيال فلويد. طب يا دكتور حضرتك عمال تقول لي بريكوندريوم بريكوندريوم، هو ايه البريكوندريوم؟ قلت لك يا ابني بريكوندريوم، بريكوندريوم، بري يعني الراوند، بري يعني الراوند، وكوندريوم يعني غضروف، يعني الطبقه اللي حوالين الغضروف قال لك دي دنس يعني غامقه، fibrous connective tissue يعني connective tissue بيتكون من ألياف، surrounds يعني بتحوط الكارتلج. يبقى دي يا دكتور طبقة بتحوط الكارتلج، طبقة بتحوط ركز معايا، ركز معايا، ده أي حد أي كيو طحالب هيلقطها من اسمها بيريكوندري، يعني طبقة حوالين الكارتلج. يا أخي يا أخي والله تعبتني، يا أخي والله تعبتني، ركز معايا، ركز معايا بالله عليك، والله انا بقول لك كلام محدش هيقوله لك، وبجيب لك من الاخر، وبجيب لك فيديوهات تنجزك. تيجي تفتح على اليوتيوب بتلاقي فيديوهات بالثلاث اربع ساعات وفي الاخر تلاقي غير منهجك. بشرح لك منهجك، فيديوهات صغيره تنجزك، بحاول احفظك في الفيديو وافهمك. انت محتاج اكتر من كده ايه؟ انت لو فضلت تعيد الفيديو اصلا اكتر من مره هيثبت في دماغك، بس انت كل اللي انت في دماغك صاحبتك هتكلمها ازاي، صاحبتك هتجيب لها ايه في الفالنتاين، صاحبتك هتجيب لها ايه في عيد ميلادها، صاحبتك هتجيب لها ايه في بوكس رمضان، وهي في الاخر هتديك بوكس في وشك، وانت ايه، وانت مش في دماغك. هو ده يا ابني اللي هينفعك، المنهج ده انك تبقى دكتور محترم ده اللي هينفعك يا ابني. تمام. قال لك خلي بالك كل الكارتليج عنده بريكوندري ما عدا الارتيكولار سيرفيس بتاع الجوينت. يعني ايه الارتيكولار سيرفيس؟ يعني الجزء اللي هيعمل ارتيكوليشن، يعني الجزء اللي هيعمل جوينت. اصل الارتيكولار سيستم يعني الجوينتس المفاصل. الجزء من الغضروف ده يا جماعه ده واحد ما عندوش بريكوندري، يعني البوريكوندريوم موجود في كل حتة في الغضاريف، محوط الغضاريف ما عدا الغضاريف اللي هتعمل لي المفاصل ما فيهاش بوريكوندريوم. طبعا دي نقطة مهمة للام سي كيو، نقطة مهمة للام سي كيو. انت لو طبعا المذكرة دي قدامك وبتكتب ورايا كل النقاط وبتكتب الشرح، والله تطلع من الأوائل على الدفعة، تطلع الأول على الدفعة. بس انت الفكرة بتاعتك انت عامل ايه دلوقتي؟ انت بتتفرج الفيديوز، انا شايفك، انا عارف قاعد تاكل تمام وقاعد سرحان وقاعد انت فاهم ومستقنيس على الاخر، فاهم مستقنيس على الاخر والدنيا زبادي خلاط. تيجي تقفل الفيديو تدور لك على كام فيديو تيك توك ولا ريل على الفيسبوك ولا الانستا تمام، وتنام تروح الكلية تتسحل فيها، تيجي بعدها ولا انت فاكر انت مين ولا كلت ايه ولا عملت اي حاجة،
وتقول أنا تهت واتزنقت. تيجي تفتح المذكرة بيضة أبيض من البفتة. طب هتفتكر ازاي الكلام؟ فدايما وانت بتشوف الفيديو، معلش تعب ايدك معايا وعلم على الكلام وترجم الكلام واعمل الحاجات المهمة. طب تركيب البريكوندريوم ايه؟ قالك بيتكون من اوتر فايبرس لاير، يعني طبقة بره بتتكون من الياف، طبقة بره بتتكون من الياف، تمام، وبنلاقي فيها خلايا زي الفايبروبلاست، تمام، كولاجين تايب 1، شوية اوعية دموية، وطبقة داخلية بتتكون من خلايا اللي هي كوندروبلاست، مهمة جدا. حتى يجي يسألك الكوندروبلاست موجودة فين، قوله في البريكوندريوم يا ابني، هو في غيره؟ طب وظيفة البريكوندريوم ايه؟ نيوتريشن، مش هو اللي كان بيدي الغذاء للغضروف؟ وظيفته النيوتريشن يعني غذاء، تغذية. كمان هو اللي بيساعد ان يحصل اتاتشمنت للمصل، يلزق في المصل تلزق فيه. كمان هو مسؤول عن الابوزيشنال جروس، نمو الغضروف من بره، من الاوتر سيرفيس، ابوزيشنال ايه جروس. يبقى يا دكتور يا محترم، البريكوندريوم دي الطبقة الخارجية المحوطة والمغلفة للكارتلج، موجودة في كل حتة للكارتلج ما عدا الارتيكولار سيرفيس اللي هو الغضاريف اللي بتعمل المفاصل. البريكوندريوم يا دكتوري الغالي بيتكون من طبقتين، اوتر فايبرس لاير، تمام، بتتكون من فايبرز، شوية الياف على شوية فايبروبلاست وهكذا، وانر سيلولار لاير لانها بتتكون من خلايا تلاقي فيها كوندروبلاست، وظيفته غذاء، العضلات تمسك فيه، والابوزيشنال جروس. طب احنا عندنا خليتين مهمين جدا، كوندروبلاست وكوندروسايت. طب انت ليه يا دكتور سميتها كوندرو؟ لانه هي الخلايا دي بتاعت الغضاريف يا ابني، واتفقنا كوندرو يعني ايه؟ كوندرو يعني غضروف، بلاست يعني ينتج، وسايت يعني خلية. سايت يعني ايه؟ خلية. عايزين في كل خلية نعرف الاوريجين جاية منين، مكانها فين، تحت اللايت ميكروسكوب اشوفها ازاي، تحت الالكترون ميكروسكوب اشوفها ازاي، ووظيفتها ايه. كلهم خلي بالك يعني تطلع من الاندفرنشيتد ميزنكايمال سيل اللي هي الخلايا الام اللي هي الستيم سيل يعني يا جماعه. يعني الستيم سيل دي هي اللي هتعمل الكوندروبلاست، والبلاست هي اللي هتعمل الكوندرو ايه سايت. بلاست يا جماعه يعني بيلدينج، يعني يبني. بلاست في اي حته ترمينولوجي لازم تكون عارف، انا باسسك خلي بالك، يعني يبني. يبقى بلاست يعني يبني، سايت يعني مينتيننج يعني يحافظ. يعني انت يا جماعه بص انت يا دكتور جيت عملت الغضروف في الكوندروبلاست، فانا خلاص عملت الغضروف اهو. طب ما الغضروف ممكن يتعرض لظروف صعبة ويتدمر، مين اللي يحافظ عليه؟ الكوندروسايت. فالكوندروسايت بنسميها مينتيننج سيل. يعني لو قالك في الام سي كيو كارتلج مينتيننج سيل هي الكوندروسايت، طب الاول لك كارتلج بيلدينج سيل هي الكوندروبلاست. يبقى ركز في الام سي كيو، هيسألك ازاي بيلعب بالكلام في الام سي كيو، بيلعب بالكلام في الايه، في الام سي كيو. ركز على الكوندروبلاست لانها ممكن تجيلك سؤال نظري. البريكوندريوم برضو ممكن يجيلك سؤال نظري. الكوندروبلاست يا جماعة دي بتكون immature وهي المسؤولة عن البيلدنج. هي جاية منين؟ جاية من ال undifferentiated mesenchymal stem cell. undifferentiated mesenchymal stem cell. طب المكان بتاعها فين؟ كانت موجودة في الانر cellular layer بتاعت البريكوندريوم. لو بتفتكر البريكوندريوم كان بيتكون من طبقة خارجية من الألياف وطبقة داخلية من الخلايا. طبقة خارجية ركز يا كفتة، ركز، تمام، عشان ايه الكلام ده مهم. يبقى يا دكتورنا الغالي يا معالي الوزير، الكوندروبلاست دي جاية من ال undifferentiated mesenchymal cell. طب هي موجودة فين؟ في الانر cellular layer بتاعت البريكوندريوم. طب يا دكتور شكلها ايه تحت اللايت ميكروسكوب؟ شكلها ايه تحت الاي ام؟ وظيفتها ايه؟ قالك خلي بالك تحت اللايت ميكروسكوب شكلها ممكن يبقى فلات او اوفل، يعني مسطحة او بيضاوية الشكل، وهي بتبقى ديب بيزوفيليك يعني بتكون ازرق غامق خالص. حتى النواة بتاعتها برضو بتبقى فلات او ايه اوفال على حسب شكل الخلية، وبنلاقي النيوكليولاس ايه زهرة بتاعتها برضو.
يعني الخلية واضحة يا جماعة، هي لا إما فلات أو أوفال، حتى نواتها فلات أو أوفال، وهي بيزوفيليك غامقة والنيوكليوس بشوفها. تحت الإي إم بيكون عندها البروتين فورمينج سيل. يعني إيه؟ الإي إم ده اللي هو الإلكترون ميكروسكوب، اللي هو بشوف الصور فيه أبيض وأسود، لكن ال إم ده اللايت ميكروسكوب اللي بشوف فيه الصور ملونة أزرق وأحمر. فلما يقول لك في خلية بروتين سكريتنج سيل، قول له يعني مليانة ار اي ار، مليانة جولجي، مليانة ميتوكوندريا، وهكذا. ده الكلام ده يا جماعة. بقى دي سكيمة ورصة ثابتة بنهبدها في أي حاجة. جميل جميل. طب وظيفتها إيه؟ هي بلدنج سيل، هي بتبني، هي اللي بتبني الفايبرز والماتريكس. كمان هي المسؤولة عن الابوزيشنال جروس. يعني ايه الابوزيشنال جروس؟ يعني الغضروف يكبر من بره، يفضل يكبر، يزيد ايه من بره، يزيد من ايه من بره. وكمان هي اللي بتتحول لكوندروسايت. بتتحول ايه لكوندروسايت. يبقى الكوندروسايت بتيجي من الكوندروبلاست. حتى بص اهو، كوندروسايت دي بتكون خلية ناضجة ماتيور، هي اللي مسؤولة عن المينتيننج، تحافظ على الكارتريدج. هي بتيجي منين؟ من الكوندروبلاست. تمام. قال لك خلي بالك، هي اصلا الكوندروسايت ما هي الا خلية كوندروبلاست، بس فرزت مواد، فضلت تفرز مواد وحوطت نفسها بحاجة اسمها لاكونا. فالكوندروسايت ما هي الا كوندروبلاست انسايد لاكونا. الكوندروسايت يا جماعة ما هي الا كوندروبلاست انسايد لاكونا. فقال لك الكوندروبلاست بتفضل تطلع زي ماتريكس كده تحوط نفسها بيه، فتعمل لها لاكونا وكبسول، بنسميها كوندروسايت. يعني يعتبر الخلية هي زي ما هي حوطت نفسها بكبسول وفرزت شوية سوائل. تمام. فايه، فسمت نفسها كوندروسايت. عارف زي ايه؟ يكون عندك بيت معفن كده، بيت معفن كده حواليه صحراء، لقيت حضرتك معاليك، رحت عامل ايه؟ رحت عامل سور، رحت زرع هنا، عملته زي جاردن، قلت لي دي الفيلا بتاعتي. تمام. هقول لك حاجه، بيتين اهم في الصحراء، بيتين كام بيت في الصحراء، راحت شركه مطوره حطت لها سور وبوابه امن وزرعت لها شويه حاجات وقالت لك كومباوند. بدل ما الشقه هنا كانت ب50 جنيه، بقت ب50 مليون جنيه عشان بقى اسمها كومباوند. فهمت؟ برضو انا عندي هيك كوندروبلاست، كوندروبلاست عاديه، رحت محوط لها سور وعملت شويه افرازات فسميت نفسي كوندروسايت. فهمت الفكره؟ يبقى انا بفهمك الايه الفكره. هي تقل دم الهيستولوجي ان هو علم وصف. يعني ايه علم وصف؟ يعني انا قلت لك الخليه اوفل، يبقى هي اوفل. افهمك ايه فيها؟ ما هي شكلها اوفل. فاللي افهمه لك الرسم. لما بص بص ادي اوفل اهي، فانت قلت ده هي الكوندروبلاست اوفل، شكلها اوفل. تمام. او هنا اهي بص اوفل، فانت رسمت رسمه اوفل اهي. او ممكن تبقى راوند مدوره. هنا بيبقى بيل بيزوفيليك السيتوبلازم، النواة بتبقى عندها مدورة وفي النص سنترال وأغمق من الكوندروبلاست. يعني هنا بتكون إيه أغمق، لكن السيتوبلازم أفتح. ركز، بص هنا السيتوبلازم كان غامق، هنا السيتوبلازم فاتح، لكن النواة هي اللي غامقة. طب مكانها فين؟ مكانها موجود في أي حتة فيها كارتلج. أي حتة فيها كارتلج بتعمل حاجة اسمها سيل نست. سيل نست يعني إيه؟ بتلاقي بص أدي أهي، تلاقي زي عشة كده، كذا خلية في العش. ده بنسميه إيه؟ بنسميه سيل نست. ممكن نلاقيه لحد 8 خلايا في العش، حد 8 خلايا في العش. ممكن تلاقي 2 عادي، ممكن تلاقي 4، ممكن تلاقي ايه 8. جميل. الاي ام بتاع الكوندروسايت هو البروتين سكريتنج سيل برضه، اللي هو مليانه ار اي ار، النيوكليس بتبقى يوكروماتين، مليانه ار اي ار، ميتوكوندريا، كولجي، وهكذا. وظيفتها منتين، تحافظ على الماتريكس، مسؤولة عن الانترستيشيال جروس. الانترستيشيال جروس يعني النمو من الداخل، هي بتفضل تتكاثر وتعمل نمو الداخل. يبقى احنا عندنا نوعين من الجروس، ابوزيشنال جروس وانترستيشيال جروس. ايه الفرق بينهم؟ الابوزيشنال ده انا بعمل اوتسايد، بنمو من بره، لكن الانترستيشيال انا بنمو ايه انسايد، من جوه. يبقى انا لو بكبر من بره يبقى ده ابوزيشنال، بكبر من جوه يبقى ده ايه انترستيشيال داخلي. فهو بيقول لك الجروس بتاع الكارتلج، النمو بتاع الكارتلج، قال لك في ابوزيشنال جروس انا بكبر من الخارج، والكوندروبلاست مسؤوله ايه مسؤوله عنه.
لكن الانترستيشيال انا بكبر من جوه واللي مسؤول عنه الكوندروسايت. مهم جدا الام سي كيو. يبقى الابوزيشنال يا جماعه انا بكبر من الخارج، مسؤول عنه الكوندروبلاست، لكن الانترستيشيال انا بكبر من الداخل واللي مسؤول عنه مين؟ الكوندروسايت. طب انواع الغضروف ايه؟ انواع الغضروف ايه؟ قال لك انواع الغضروف خلي بالك 3 انواع. انواع الغضاريف يا جماعه 3 انواع. ما هي انواع الغضاريف يا دكتور؟ في هايلاين كارتلج ويلو الاستيك كارتلج، تمام، ووايت فايبرو كارتلج. بالراحه. قال لك كل الغضاريف دي كلهم فيهم كولاجين تايب 2، عشان كده قلت لك الكولاجين تايب 2 ده اهم حاجه. كولاجين ايه؟ كولاجين تايب 2. طب انواع الغضاريف ايه؟ هايلاين، يلو الاستيك، ووايت فايبرو كارتلج. انت سميته يلو ليه؟ لان اكيد لون الغضروف يلو. وسميته هنا وايت ليه؟ اكيد عشان لون الغضروف وايت. طب الهايلاين ما اديتوش لون ليه؟ لان هو اكيد شفاف. يبقى فهمت اللعبه؟ يبقى الهايلاين ما اديتوش لون لان هو شفاف. اليلو الاستيك كارتلج، الالاستيك سميته الاستيك لان هو لونه اصفر. والفايبرو كارتلج لونه ايه؟ ابيض زي قلب. تعالى ناخد اول نوع. احنا ناخد الانواع نبقى خلصنا. الهايلاين كارتلج يا جماعه ده الموست كومون تايب. دي نقطه مهمه للام سي كيو ان هو اشهر نوع منتشر وموجود. ده بيكون سموث ناعم جلاسي، يعني زي الازاز كده، بيبقى شفاف زي الازاز، موجود ايه حوالين المفاصل. هو اللي بيعمل الارتيكولار سيرفيسز، الاسطح بتاعه المفاصل. السايتس الاماكن بتاعته مهمه جدا للام سي كيو. قال لك احفظها بكلمه فيسر. فيسر جاي من فيس وجه. فيسر، تمام، او واجه. قال لك الفيتال سكيلتون، العظم بتاع الفيتس بتاع الطفل بيكون فيه هايلاين ايه؟ كارتلج. تمام. الهايلاين كارتلج هو اللي بيعمل العظم المستقبلي اصلا. فعشان كده عشان بتيجي في الام سي كيو، والله بالله عليك بتيجي في الام سي كيو كتير. بتيجي في الام سي كيو كتير الامثله بتاعت الغضاريف. فالخمس امثله دول هايلاين كارتلج. عظم الطفل هايلاين كارتلج. الارتيكولار كارتلج اللي هو اللي بيعمل المفاصل. تمام. يبقى عظم الطفل اهو وحوالين المفاصل، تمام، عشان يمنع الاحتكاك. الكوستال كارتلج اللي هو الغضروف اللي بين الضلوع وعظمة القص الاسترنم. الابيفيزيال بليت اللي هو البليت المسؤول عن نمو العظمة وطولها، تمام. والريسبيراتوري باسجز اللي هو بيكون مغلف الممرات الهوائية والتريكيا عشان يخلي الاير ويز بيتنت او اوبن، يعني مفتوحة على طول. يبقى الاماكن ووظيفة الهايلاين كارتلج مهمة جدا في الفيتال. افتكر حتى الصور، حتى لو انت هتنسى الكلام افتكر الصور. فموجود في الفيتال، موجود في الارتيكولار سيرفيس، في الكوستال كارتلج، الابيفيزيال بليت، والايرويز او ريسبيراتوري باسجز. طب هو بيتكون من ايه الهايلاين؟ هو عنده بريكوندريوم عادي ما عدا اماكن الجوينتس. دي نقطه مهمه للام سي كيو. والسيلز عادي بتلاقي كوندروبلاست كوندروسايت، بتلاقي السيل نست عادي. الماتريكس بتلاقيه كتير واباندنت وهوموجينس زي بعضه. بس خلي بالك الفايبرز ما بشوفهاش، يا كولاجين تايب 2 ما بشوفهاش، لانها بتكون رفيعه جدا وعندها نفس معامل الانكسار. نفس معامل الانكسار اللي هو الريفراكتيف ايه؟ ريفراكتيف اند. طب بتقول لي يا دكتور استفيد ايه؟ قال لك لما يكون الفايبرز نفس معدل الانكسار بتاع الماتريكس الارضيه، ده بيخلي الغضروف ترانسليوسنت او ترانسبالنت، يعني بيكون ايه؟ شفاف. بيكون شفاف. تمام. فده ايه؟ ده خلي بالك الهايلاين كارتلج. اليلو الاستيك كارتلج، كله عنده بريكوندري ومليان الاستيك فايبر. التاني كان عنده كولاجين فايبر 2. وفي سمول سيل نست بيبقى فيها ايه؟ خليتين. طب انت سميته يلو ليه؟ لان الالاستيك فايبرز اصلا لونها يلو، لكن فوق ما كانش ليه لون، كان ترانسليوسنت او شفاف. تمام. والماتريكس بيكون هيتروجينس، يعني في كذا حاجه ايه؟ مختلفه. وظيفته ايه؟ بيكون فليكسبل، فيري فليكسبل، بيدعم الحاجه، بيدي شكل معين، بيغطي الاشياء.
هناخد 4 حاجات بالإي الأمثلة: الإير بينا ودن بتاعت معاليك، تمام، الاكسترنال اوديتوري قناة السمع الخارجية، الاوستيشن تيوب قناة اوستيشن، والإبي جلوتس لسن المزمار، ده كله يلو إلاستيك كارتلج. يبقى الإلاستيك اللي بالإي أمثلته 4 إي، أمثلته إيه؟ 4 إي: الإير بينا الودن، external auditory canal، external أو eustachian tube، والإبي جلوتس. آخر حاجة معانا بقى الوايت فايبر كارتلج، ده ما عندوش بريكوندريم نهائي، مفيش أي بريكوندريم، تمام. ده بيكون فيه تايب 1 كولاجين فايبر، يكون لونه أبيض قوي جدا بس الفلكسبيليتي قليلة، والماتريكس بيكون إيه؟ بيكون قليل، الأرضية بتكون قليلة. هو خلي بالك هو قوي جدا، هو قوي جدا ثابت، فعشان كده أقل مرونة، لأن هو ثابت زي الجبس، بيلزق في العظم، بيبقى الحركة محدودة أو قليلة أو معدومة، وبيمنع الاحتكاك وبيمتص صدمات. الأماكن بتاعت الغضاريف مهمة جدا، اوعى تنساها، اوعى تمس يعني تفتقدها. مس مانديبولار جوينت، يعني موجود في المانديبولار جوينت، في الانترفيرتبرال ديسك، دي مهمة جدا. الغضروف اللي بين الفقرات ده فايبرو كارتلج. الغضروف اللي بين الضلع الأول والاسترنم ستيرنوكلافيكولار جوينت، أو اللي بين الكلافيكل سوري الترقوة والاسترنم. والسيمفيسيس بيوبس اللي هو الارتفاق العيني، تمام، الارتفاق ده مهم جدا. والانترفيرتبرال ديسك مهم جدا. الانترفيرتبرال ديسك اللي هو الغضروف اللي بين الفقرات بيتكون من حاجتين يا جماعة: طبقة داخلية كده تبقى طرية سوفت جيلي ماس زي الجيلي، بنسميها نيوكليس بالبوزس، دي بتكون كولاجين تايب 2. يبقى اللي في النص دي نيوكليس بالبوزس، واللي بره بنسميها انيولاس فايبروزس. ايه الاسماء دي يا دكتور؟ معلش احفظها. يبقى اللي بره انيولاس فايبروزس ودي كولاجين تايب 1، لكن اللي جوه نيوكليس بالبوزس. الفكرة لو حصل اي مشكلة، النيوكليس بالبوزس دي بتطلع وتضغط على العصب وتعمل قلق، ده اللي بيعمل الغضروف، والعصب لو لمسته بيعمل ألم. فالأهمية بيبقى في حاجة اسمها ديسك برولابس، اللي هو الانزلاق الغضروفي. مش تسمع ناس عندها انزلاق غضروفي؟ ربنا يحمينا ويحفظنا، لأن هو مؤلم جدا. بيحصل هرنيشن، تلاقي بص النيوكليس بالبوزس طالعة كده، فتضغط على الايه العصب، كومبريس يعني تضغط على النيرف روت، فتعمل لك سيفير بين، ألم شديد جدا. ناس بتشتكي من رقبتها، ناس بتشتكي من أسفل الظهر، ده بسبب العملية دي يا جماعة. الأوستيوارثرايتس التهاب المفاصل والتهاب العظم، لأن الغضروف هنا قل اللي بين العظمتين، فالعظم بيفضل يحتك مع بعضه، فقال لك بيحصل ديجنريشن يعني تدمير الكارتريدج الغضاريف، مثلا زي في الركبة، تمام، تبقى الناس الكبيرة في السن، فده بيعمل ألم، بيعمل خشونة في المفاصل، بيقلل الحركة طبعا. طبعا النوع الغضروف الموجود في المفاصل هو الايه؟ الهايلاين كارتلج. بس كده يا جماعة، احنا خلصنا الشابتر الكامل الكبير الكارتلج ده في نص ساعة. ده اصلا لو سرعته على 2 مش هياخد 10 دقايق، انا بشرح بالراحة جدا. عرفنا ان الكارتلج ده مهم جدا يا جماعة. الكارتلج ده نوع من انواع الكونكتيف تيشو، نوع محترم من انواع الكونكتيف تيشو، بس الفكرة ان الماتريكس فيرم، الماتريكس فيرم، تمام. هو بيقلل الاحتكاك، بيستحمل الصدمات، بيدي شكل معين، يخلي الممرات الهوائية مفتوحة، يخلي نمو العظم يحصل بسبب الانفيزيا البليد. وبيتكون من خلايا ماتريكس وفايبرز وحواليه بريكوندريا، تمام. جميل جدا. اهم حاجه هو ما عندوش اعصاب ولا عنده دم، امال بياخد منين؟ من البريكوندريوم او الساينوفيال فلويد. البريكوندريوم ده طبقتين، طبقه من الفايبرز بره وطبقه من الخلايا جوه، مهم جدا. الكوندروبلاست مهمه، هي اللي بتبني العظم البيلدينج، وهي شكلها فلات اوفل وحاجتها ثابته. كوندروسايت هي المنتين، بتحافظ على العظم وبتعمل الكارتريدج، بتعمل سيل نست. سيل نست يعني الايه؟ الغضروف، تمام. جميل. أنواع الكارتريدج 3: هايلاين ده الأشهر، موجود في المفاصل، في الطفل، في الكوستال كارتريدج، في النمو، في الممرات الهوائية، تمام. هو عنده بريكوندريم في كل حتة ما عدا المفاصل، وهو الترانسبارنت شفاف. الإلاستيك يا جماعة عنده بريكوندريم لونه يلو أصفر، موجود في 4 إي: إربنا، اكسترنال اوديتري كانال، ستيشن تيوب، إبيجلوتس. آخر نوع الوايت فايبرس كارتريدج،
ده ما عندوش بريكوندريوم، بيكون لونه أبيض، بيستحمل. أهم حاجة إن هو موجود في المانديبل intervertebral disc والسيمفيس بيوبس والمفصل اللي بين الاسترنم والكلافيكل. خلي بالك المشكلة، أو الأول تعرف إن في حاجة اسمها نيوكليس بالبوزس جوه وأنيولس فايبروزس بره. مشكلة ممكن يحصل انزلاق غضروفي فتضغط النيوكليس بالبوزس على العصب، أو يحصل خشونة في المفاصل بسبب إن الغضروف تم تآكله.